بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك الثلاث نقط، مبروك ان لسه برضو 3 نقط ما بيننا وما بين بيراميدز عشان الناس اللي هتطلع تتكلم. كنا مستنيين، كان بيراميدز متعادل النهارده لحد مش عارف الدقيقه 70 او 75 وجابوا الفوز. كنا في امل ان هو كان هيبقى فرق نقطه، بس الحمد لله الدور الاولاني خلص كده وفي فرق ماتش، يعني فرق 3 نقط. وبنسبه كبيره بقى اللي هيحسم الدوري بقى الماتش اللي بيننا وبين بيراميدز، وماتش الزمالك بينهم وما بين بيراميدز، عشان الزمالك ما هيجي قدامنا هيتعادل برضه، احنا اتعودنا على كده فمش فارق. فهو بينه وبين بيراميدز بقى هو عنده ممكن يسيب الماتش اصلا عشان بيراميدز يكسب، عشان الفرق يكبر، عشان احنا ممكن لو احنا كسبنا بيراميدز الزمالك يسيب لهم الماتش او ما يروحش عادي، ينسحب عادي. فدي حته الدوري ان خلاص الدور الاول خلص، وبيراميدز الاول بفرق 3 نقط، واحنا عارفين كلنا عشان ما حدش يطلع النهارده يقول لك البيراميدز متصدر الدوري والاول الدوري والكلام ده كله، احنا عارفينه طبعا وكل اي حد متابع كوره ومتابع دوري مصر عارفينه، مش مستنيين حد يطلع يقوله لنا يعني ان بيراميدز الاول يعني. فمبروك ال3 نقط، ان احنا بالفرق لسه 3 نقط، ما زادش عن كده، ما جاش فينا جون وتعادلنا، واحنا خلص 2-0. وهو بتكلم بقى في حته الخلص 2-0، ان هي البلانتي في الدقيقه الاخيره، ان هو طول الماتش 1-0 والكوره جايه من شوطه من بره ال 18. يعني الواحد حاطط ايده على قلبه طول الماتش، ليه بتعملوا فينا كده؟ هجيلك في الكلام دلوقتي، بس ليه يعني تبقى 1-0 لحد الدقيقه 90؟ يعني قبل ما نجيب ضربه الجزاء في كره ليهم اللي هي اتعرضت والواد شاطها بقصبة رجله وطلع، ليه تيجي فينا جون مثلا لو جت جون وخلص 1-1؟ طب ليه؟ ما هو طلائع الجيش كان بيلعب عشان كده، عشان يفضل في التسعه الاوائل يعني. فهو كان يدافع يعني، عمل كثافه مش عارف ما هو مش هتيجي غير بالشوط، يعني جراديشار هي جت والجون صدها ودخلت، فهي مش هتيجي الا بكده. عمالين نروح ونيجي نروح في كميه عدد. يعني انت دلوقتي لما انت تلعب ليه باشرف بن شرقي وامام عاشور وجراديشار وحسين الشحات، يعني ايه الزحمه دي كلها؟ طب مش هتيجي تقول لي طب ما هم نزلنا بالتشكيله مش عارف ايه؟ طب ما تسيب واحد على الدكه ينزل يعمل فارق مثلا، تفضي نص الملعب شويه، تنزل السوليه. ما انت لما لقيت الدنيا كده السوليه نزل عشان يظبط الدنيا في نص الملعب شويه. ما انت سايب مروان لوحده وهو اللي متاخر شويه وفي زحمه كتير. يعني انت تلاقي الكره راحت اليمين، هتلاقي امام وتلاقي حسين وتلاقي محمد هاني طالع، تلاقي الدنيا زحمه متكعبله هنا. الناحيه التانيه برضه متكعبله. طب في ايه؟ طيب ما تفك الدنيا شويه، وجراديشار مش عارفين قدام ولا يمين ولا شمال ولا في النص. هو هتقولي ده احسن واحد وجاب الجون، بس في زحمه. يعني انت بتتكلم برضو في زحمه ان هم مدافعين كلهم واحنا مكتلين الدنيا في النص. طب ما ليه الزحمه دي كلها؟ انت منزل بقى ده كله عشان لو خسرنا او تعادلنا تقول انا نزلت كل اللي عندي. طب والتغييرات بقى هتيجي محمد عبد الله، طب ما تنزل كل واحد على عدلته طيب. هتقول لي طب ما عمر كمال على عدلته ناحيه اليمين، طب وتنزله ليه اصلا؟ يعني مش فاهم، انت عمر الساعه ما دخلتوش في القايمه، هو نزلته طب على عدلته عشان يعمل اوفرات او يعمل عكسي اي حاجه يعملها؟ لا ده بقى هو ياخد الكره ويخش جوه على الشوط بالشمال. الناحيه التانيه محمد عبد الله، هو نزل شويه اللي نزلهم دول في فرق، طب ما لو كان لعب ناحيته بقى هو يخش لجوه ويعمل في البعيده يخش لجوه. طب مش لازم يعني يلعب يعني عمر كمان عشان تلعب وحده، تلعب واحد مش على عدلته عشان واحد ينزل واحد على مش على عدلته يلعب ليه طيب؟ ففي حاجات كده يعني، سيبك من ان احنا كسبنا وخلاص ومبروك، طب ما احنا مبروك والطبيعي ان احنا نكسب، بس في حاجات كده لازم تخلي بالك منها، ان انت لازم تنزل عمر كمال. يعني احنا بقالنا كذا ماتش ما بنشوفوش، الحمد لله على السلامه ورجع الحمد لله. يلعب بقى على لعب على عدلته، هنلعب عرضيات لو سام. طب ما انت طلعت بن شرقي اللي بيلعب بدماغه حلو برضه، هيلعب عرضيات لمين؟ لعبت محمد عبد الله على الشمال عشان يلعب عرضيات برضه. طب هيلعب مين اللي هيلعب بدماغه غير وسام؟ طب ما انت هلكت وسام طول ال 90 دقيقة. يعني انت بقول لك انت لعبت بالاربعة بتوع نص الملعب جامدين، جامدين وكل حاجة. طب وسام بينزل ليه؟ طب ما انت لما تدي التعليمات لوسام تقول له ما ينزلش. طب في كور كان بينزل لل 18 بتاعتنا فيه. طب انت ملعب دول كلهم ليه بقى؟ طب لما بتتعب الفرود بتاعنا هيلعبوا لمين طيب؟ الوحيد يعني في حاجة بقى قبل ما نقول الوحيد على بن شرقي مش كده، حسين الشحات. انت المفروض يا اسطى مش تتبع عجل، انت تجيب 7 8 عجول تذبحهم وتفرقهم. والله سيبك من ان هو جاب كرة في العارضة، ان هو لا ان هي عادي تيجي في العارضة عادي يعني، طب ايه المشكلة؟ لا انت في حاجة في حسين الشحات والله يعني. انت الحمد لله على السلامة، مش عارف مش هنقول له الحمد لله على السلامة امتى؟ انا مش عارف يعني. كل مرة نقول الماتش الجاي هيجي، الماتش اللي جاي هيجي. انا مستني 55 اول هجمة للنادي الاهلي، اللي هو لم الواد في نص الملعب وراح جاي لعبها لوسام وضيعها. كانت في الدقيقة الثانية 55، ما كانش لسه الدقيقة الأولى جت، فأنا قلت لا حسين النهاردة فايق وهتبقى الدنيا تمام. فهو عشان كان يمكن عشان كانت في نص الملعب، فهو ناحية اليمين، فالناس بتقول لك مش على عدلته. طب هنعمل ايه طيب؟ نودي بن شرقي كمان مش على عدلته عشان نجيب حسين الشحات على عدلته على الشمال؟ طب ما هو برضه ما بيعملش حاجة، هو بيعدي من الأول والتاني جميل قوي،
والتالت ما تعرفش تروح فين. طب ما تخليك بن شرقي، يعني انت بن شرقي الكوره اللي عملها لك اللي جت في العارضه، عدى من الاول وعدى واخدها من خط النص، من نص الملعب، عدى من الاول وعدى من التاني ودخل لجوه وشافك وراح جاي مديها لك وانت جبتها انت بقى من الناحيه التانيه طب بتعدي من الاول والتاني، بعد كده الدنيا بتبوظ معاك. عشان كده بقول لك والله ابع حاجه بتاع 7 8 عجول كده واحنا في رمضان اهو، وزعهم على الناس وشوف الفرق بقى ان شاء الله، ربنا يكرمك وترجع لنا بالسلامه. ده بالنسبه لحسين الشحات. فانت دلوقتي بن شرقي هو الوحيد اللي بيمسك الكوره ويعدي من الاول ويعدي من التاني ويبص ويرفع ويلعب، وضيع كذا كوره. الكوره اللي جت بدماغه برده وعملها في الارض برده وجت من جنب القائم، بس هو الوحيد اللي تحس ان هو اللي يعني في ناس كتيره بتاخد الكوره والله مش عارف بيلعبوا في النادي الاهلي، ياخد الكوره يرجع لورا. يا ابني فين الجديد؟ ما فيش. يمسك الكوره يرجع لورا. طب ايه ده؟ فيش واحد بيطلع لقدام. يعني اللي بيعملها بعد ما بن شرقي طلع محمد عبد الله بيمسك. سيبك بقى ان هي الناس اللي بتقول لك بتعدي بالحظ بتخبط في رجله وبتعدي، بيمسك الكوره وبيروح. يعني انا في المفروض بقى كل اللعيبه اللي في الاهلي تبقى كده، اللي بيمسك الكوره ويروح. مفيش حد كده. الوحيد اللي شاط جراديشار، ولا وفي كريم الدبيس عشان ما ننكرش حقه كان بيشوط ولا واحده لبست، بس كان بيشوط. يعني مش فاهم الشوط ده اتلغى مثلا؟ طب ما هو بره ما تقول لهم في 70,000 واحد واقفين ورا و70,000 واحد مننا طالعين قدام ومفيش نفس يعدي منه، مع ان احنا ضيعنا فرص. طب ما فيش حد بيشوط ليه يا جدعان؟ ادينا شفنا الكره الوحيده اللي شطناها بين الثلاث خشبات جت جول. ما فيش حد بره، ما فيش حد في الجهاز، ما فيش حد. محمد شوقي يطلع لما كان هو شويت محمد شوقي يطلع تقول لهم شوط وتطلع تقول لهم اي حاجه. عايزين نحس ان في حد واقف، في حد عندنا في الدكه كده، مش كلهم قاعدين حاطين ايدهم على خدهم. واللي طالع زعلان امام عاشور طالع زعلان يقول خص خص من ساعه ماتش الزمالك، وامام لسه يعني امام في اجازه دلوقتي ساعه ماتش الزمالك. فالناس هتطلع تقول لك ما هو دلوقتي خلاص بقى بن شرقي. لا، ما هو عشان امام وحش، وهو امام لو حلو هيبقى امام وبن شرقي نشكر فيهم يعني. فاللي هيصادف الماء العكر فدول بلاش. فانت طالع تقول له هص 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 لمين يعني؟ امام، ما انت طلعت مع الكابتن سيد وقلت الحاجات. ما ببصش للحاجات دي وانا مش عارف ايه، ما بقتش ابص للسوشيال، ما بقتش ابص، بقيت اكبر دماغي. طب بصوا دي بقى لمين؟ للجمهور؟ لحد قاعد في الجهاز؟ طب انت طالع وحش النهارده، طالع متضايق، طب ما تطلع عادي زي الناس اللي بتطلع وطلعت وغيرت وطلعت وقعدت، يعني ما عملتش اي حاجه ولا جابت اجوان وطلعوا وقعدوا يعني. مش لما لهاش لازمه يعني هص ومش هص وتقعد ومتضايق انك زعلان. طب ايه المشكله يعني؟ طب ما انت في ماتش الزمالك ما جبتش، في الماتش اللي بعديه ما جبتش، في الماتش اللي قبله تقريبا من ساعه ما بن شرقي جه هو اللي بيجيب يعني. من ساعه ماتش الزمالك هو بن شرقي اللي جاب الجون، والماتش اللي بعديه بن شرقي برده اللي جاب الجون، والنهارده بن شرقي كان احسن واحد في الماتش. جراديشار اللي قال له مكان الحمد لله هيلعب في نص الملعب ووسام قدام. طب وسام بقى طب ليه يرجع يعني؟ طب وسام برده ما كانش وحش يعني، عشان محدش اللي طب هو ضربه الجزاء هو السبب فيه. بيتحرك وعنده روح وبتاع، بس في حاجه ناقصه يعني. انت اما تنزل يعني الفرود بتاعك المهاجم بتاعك اللي انت الوحيد دلوقتي، اما يبقى هو المهاجم وينزل بقى بره ال 18 ويطلع في نص الملعب، والفرقه اللي قصادك اصلا مدافعه كلها بتدافع، لما هو ينزل ده كله، طب انت بتسهل العمليه اللي طالع الجيش يعني. هتقول لي انت بتفتي وبتهبط. طب ما انا شايف كده، انا واحد بشجع شايف كده ان خلاص لعبت بالاربعه دول في نص الملعب، وسام ما ينزلش خالص، ما يطلعش من بره ال 18. كلهم لعيبه الكوره موجودين. عندك حسين كان مرشح لاحسن لاعب في افريقيا عادي، واشرف بن شرقي، وعندك جراديشار في نص الملعب، وعندك امام عاشور، وراهم مروان سادد الدنيا. بس ما فيش حاجه يعني اللي هو ايه، زحمه على الفاضي. والله بجد حسيت ان هي زحمه على الفاضي، بالدليل ان احنا جبنا جون واحد وجون شوطه من بره ال 18، والجون الثاني جايبينه ضربه جزاء. والتغييرات اتاخرت. ان انت مثلا شايف حسين مش يعني هو حسين كده كده مش في حالته بقاله 70 ماتش. شايف حسين كده، طب ما محمد عبد الله يبقى من ناحيه الشمال، وبن شرقي عادي يفضل من ناحيه اليمين، وبن شرقي عادي ناحيه الشمال زي ما هو، ونشوف ده بيخترق وده بيخترق. واحد يعمل لك كره من الناحيه دي، واحد يعمل لك كره من الناحيه دي. طب ليه نزلت عمر كمال عشان يعمل عرضيات؟ ما عملش ولا عرضيه، بقى يخش ويقطع لجوه ويلعب بشماله. طب ما توديه ناحيه اليمين طيب، جربوا ناحيه الشمال طيب، يمكن يخش ويقطع ويلعب بيمينه بعدلته، ومحمد عبد الله على عدلته طيب بيخش لجوه ويخش ويعمل الكور اللي بيعملها. لا، فانا هنزل عمر عشان يلعب عرضيات اللي ما فيش حد موجود اصلا غير وسام. لو انت بتفكر في كده ما كنتش نزلت محمد عبد الله طيب، كنت نزلت احمد رضا يامن معاهم ورا. كده كده ما انت منزل التغييرات عشان تامن الجول. ما انت طلعت بن شرقي وطلعت حسين وطلعت الناس اللي بتهاجم وطلعت امام وطلعت الناس اللي بتهاجم، فانت بتامن في الجول. يبقى انت منزل بقى ليه عمر كمال؟ ما انت منزله عشان يهاجم. منزل لمحمد عبد الله منزله عشان يهاجم.
ففي كام حته كده بره المكسب يعني، عشان مش حدش يقول لك احنا كسبنا و2-0 وخلاص خدنا 3 نقط. ايوه مبروك وكل حاجه، والفرق بقى 3 نقط لسه زي ما هو ومبروك يعني 3 نقط، بس الاداء بس والروح بس في الملعب. يعني انا مش شايف حد في اداء في روح، والناس زعلانه ان هي طالعه. طب ليه؟ طيب يعني نركز شويه. ما انت قلت تطلعوا في البرامج تقولوا احنا بنركز في الكوره مالناش دعوه بالسوشيال ميديا، بنركز في كل حاجه. وضربات الجزاء صحيح، ما انا عايز اعرف المفروض يعني في المحاضره ضربات الجزاء بنقول 1 2 3. هي مش هديه يعني كل ده السولية دخل يشوط، فقلنا ماشي يمسكها ويديها لمروان. طب مش عارف ايه الماتش اللي مش فاكر لما ضيعوا فيها ضربات الجزاء يمسكوها ويديها مش عارف لمين. طب ليه؟ ما هو بيبقى محطوط 1 2 3 من الاول. خلاص يحطوا مروان رقم واحد يا عم، ما تقعدوش تفلقوا في دماغه، ده يمسك الكرة شويه وده يمسك الكرة شويه. والف مبروك ال3 نقط. اما نشوف الدور التاني هنعمل